لقيت طاهر الشيخ في اسكندريه عندنا كلمني في التليفون، قال لي يا احمد احنا ايه بكره رايحين معسكر. قلت له بس محدش بعت حاجه ومفيش فاكس جه لي النادي. قال لي لا ده هم اتصلوا بيا الاتحاد وقالوا لي هات احمد فاروق معاك وتعالى. حلو. المهم رحنا تجمع في الاتحاد، قعدنا كل اللعيبه موجوده، اهلي وزمالك مقاولين كده، ترسانه كله قاعد. وبعدين جاء واحد كده يعني انا مش عايز اقول اسمه، ماشي. جاء قدام اللعيبه بيتمم على الاسامي، فنادى على الاسامي وانا اسمي مش موجود. فطبعا الكلام قدام اللعيبه فمحرج، الموقف محرج. محرج. مم. وبعدين ما اتكلمش كلام عادي، يعني مش مثلا انت اسمك مش موجود ممكن ياخدني على جنب يتكلم معايا، لا ده فوجئت بيه قدام اللعيبه بيقول لي انت ايه اللي جابك؟ قلت له ايه اللي جابني؟ ايوه انت ايه اللي جابك؟ انت اسمك مش موجود. فبصيت لي طاهر، لان طاهر الشيخ هو اللي قال لك كلمني. تعالى معايا. ايه يا طاهر؟ فقال له يا كابتن انت بتتكلم كده ليه؟ استاذ فلان هو اللي اتصل بيا وقال لي هات احمد فاروق وتعالى. فراح داخل الاستاذ دوت طاهر، انت مش اتصلت بيا وقلت لي هات احمد فاروق؟ قال له ايوه. فبصوا قالوا لا ده انا اتلخبطت، ده هو كان في المفروض في المعسكر اللي فات مش المعسكر ده. طب نعمل ايه؟ نعمل انا طبعا قاعد خلاص هموت قدام اللعيبه كلها، يعني موقف صعب جدا. فقال نستنى خلاص نشوف الكابتن هاني لما يجي محتاجك في المعسكر ولا مش محتاجك تمشي. فضلت قاعد متضايق طبعا. جاء دكتور محمد علي الله يرحمه كان موجود مع الكابتن هاني في الجهاز. المهم وصل فجاء راح قايل له احمد وحصل موقف كذا كذا، فقال خلاص يقعد معانا اليومين وبعد كده يمشي.